اقف فوق 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 فوق. عاطي كيارا، برافو برافو كيارا، شاطرة 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 شاطرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك أبو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهرة. تحياتي ليكم، تحياتي الناس اللي مشتركة معايا القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب وقاد الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم جديد فيديو جديد. طبعا يا جماعة النهارده هنتكلم عن موضوع الحيل عند النتايات. النهارده طبعا الحمد لله بفضل ربنا كيارا الملكة كيارا بتاعتنا الجيرمان شيبرد الرير بلاك حاضت النهارده اول يوم او تاني يوم ليها. تمام. النهارده في ناس كتير جدا ما تعرفش يعني ايه الحيض. يعني في ناس لسه مربيه الكلاب والنتايات وكده ما بتعرفش يعني ايه الحيض، او يعني ايه موسم التزاوج، او يعني ايه اجوز كلبتي والكلام ده كله. هنعمل بقى سلسله حلقات وبعد الجواز وفتره الحمل وفتره الجراوي ان شاء الله بامر الله لو ربنا اراد وشالت ان شاء الله يعني. وهنعرفك ان شاء الله بامر الله برضو اللي انت ازاي تقدر اللي انت تخلي الحيض لو هو لازق شويه او متقطع او اي حاجه، تقدر اللي انت تخلي دم الحيض ده ينزل بسهوله ويبقى ما فيش فيه مشكله، او ما يبقاش فيه تجلط عشان ما يعملش تكيسات في المبايض، او ما يخليش النتايه تطول فتره طويله جدا في الحيض. وفي نفس الوقت برضو هننزل فيديو للجواز، ازاي اللي انت تعرف تجوز الذكر بتاعك للنتايه، وايه هو اليوم المحدد والمناسب للنتايه اللي احنا نجوز فيها. مفيش حاجه اسمها يوم 9 ويوم 10 ويوم 7. كل ده هنتكلم عنه في سلسله، يا ريت تتابعوها. ويا ريت يا جماعه نكتب في التعليقات ايه رايكم وايه مدى رضاكم عن القناه عندنا، وايه مدى رضاكم عن الفيديوهات بتاعتنا، وايه مدى رضاكم على السلسله، وعاوزين تعرفوا ايه في السلسله برضو نتكلم عليها. خدها كيارا، تعالي شاطر، خدي. طبعا الحمد لله بفضل ربنا كيارا الاول الله اكبر طلع رجع لجسمها الطبيعي من تاني، وهتبقى ولسه فيها جسم كمان من تاني، لان طبعا كانت قالشه ولسه قايمه من دور ولاده ومش عارف ايه، وطبعا حاضت الحاله الطبيعيه بتاعتها. تمام. والحمد لله بفضل ربنا ظبطنا الاداء معاها. وهننزل لكم برده حلقات للذكر اللي احنا برده ازاي نزود عدد التخصيب عنده واوقات التخصيب عنده او نظام التخصيب عنده ازاي، برده هنعمل ايه. كل ده هنتكلم عنه في سلسله كيارا. تمام كده يا جماعه، قبل التزاوج او اثناء فتره التزاوج. تمام. اول حلقه النهارده هنتكلم عليها هي ايه الحيض. يعني ايه الحيض؟ الحيض يا جماعه عباره عن انتفاخ في المهبل بتاع النتايه او رحم النتايه. تمام. بينزل بقايا دم ما تذكرش، بتبقى دم ما تذكرش. في نتايات بتغرق، مش بتغرق بقى الدنيا او الارض دم، لا يعني بتنزل نقط دم. تمام. على الارض او على السيراميك او على اي حاجه هي ايه مثلا قاعده عليها. وفي نتايات بتقعد تلحس وتلهس المكان الرحم بتاعها اللي هو المكان المهبل بتاعها من ورا، ما بتقدرش انت تعرف اللي هي حايضه بقى لها قد ايه، او اللي هي حايضه لون الدم بتاعها لونه ايه والكلام ده كله. طبعا كل ده احنا مش هنخليك بقى اللي انت تروح تعمل بقى سونار ولا تعمل تحليل بروجسترون ولا تعمل مسحه ولا اي حاجه. تابعونا في الحلقات لان حلقات مفيده جدا، لان في ناس ما عندهاش امكانيه اللي هي تقدر تعمل مسحه او تعمل تحليل بروجسترون او تعمل تحليل دم او اي حاجه اللي هي تقدر تعرف ميعاد التخصيب ايه. كل ده هننزله في حلقات ان شاء الله امر الله، يا ريت تتابعونا فيها ويا ريت نعرف ارائكم عليها. طيب النهارده عاوزين نعرف يعني ايه حيض. الحيض يا جماعه زي ما احنا قلنا بنزول بقايا دم من فتحه الرحم، بس يكون لازم فتحه الرحم دي لازم تكون فيها سنه انتفاخ، او يبقى انتفاخ ملحوظ في النتايه، تحس ان النتايه بيت الرحم بتاعها او بيت المهبل بتاعها او المهبل بتاعها اللي هو بيت الولاده يكون منتفخ زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. تمام. زي ما انتم شايفين كده اهو، الكاميرا توضح اهو بيت النتايه اللي هو المهبل ده منتفخ. لو انا فتحت اهو هتلاقي بقايا دم صغيره جدا اهو. ده كده بصوا زي ما انتم شايفين اهو منتفخ اهو، ولسه هينتفخ اكتر واكتر مع استمرار الوقت، يعني مع نزول الدم واستمرار. واول ما تقرب اللي هي تكون جاهزه هتكون المهبل انتفخ زياده عن اللزوم كمان شويه. طيب هو ده الحيض. تمام كده يا جماعه. الحيض زي ما احنا قلنا هو ده الدم، هو ده نظام الحيض بتاعها. تمام. طب هنجوز امتى؟ هنقول لكم كل حاجه في وقتها. النهارده بس حبينا نعرفكم مدى السلسله وهنتكلم عليه في السلسله. واول فيديو النهارده بالسلسله هو يعني ايه الحيض ويعني ايه دم الحيض زي ما احنا قلنا يا جماعه. تمام. الحيض هنا بقى بيقعد قد ايه
في انتايات بتقعد من 8 ايام وتتجوز، في انتايات بتقعد من 9 ايام وتتجوز. يعني هنبدا من كلمه 8 ايام لحد 21 يوم. ممكن النتايه من 8 ايام ل 21 يوم تنزل دم. طب 21 يوم بيبقى في بعض النتايات بتبقى النتايات نوعيه معينه جدا او نوعيه خاصه او حالات خاصه، بتبقى الهرمونات بتاعتها مش ضعيفه، بتبقى طبيعيه، بس بتبقى فيها سنه بطء شويه، بس ده بيبقى امر طبيعي مفيش فيه مشكله. في انتايات بتتجوز بعد 9 ايام، بعد 10 ايام، بعد 12 يوم. يعني زي ما احنا قلنا الحيض بيبدا بتعدله 8 ايام وممكن تجوز. امتى بقى هنعرفك امتى تتجوز بعد 8 ايام وامتى تتجوز بعد 21 يوم؟ على حسب ما هي تطلب الجواز وعلى حسب ما احنا هنقول لك تعمل ايه في العلامات بتاعه الجواز. انما النهارده علامات الحيض احنا قلنا عليها تاني اهو. علامات الحيض بيكون المهبل منتفخ، تمام اهو. المهبل بتاع النتايه منتفخ اهو زي ما انتم شايفين، انتفاخ مش طبيعي، انتفاخ مش طبيعي، تمام. وبيكون اهو الدم لسه محمر اهو، الكاميرا تقرب، الدم لسه محمر اهو، تمام، محمر حتى ما اسمرش لسه هينزل بقى لسه هينزل بسمار وبعد كده يقلب بحمار تاني وبعد كده يخش على اللون الوردي واللون الطبيعي اللي هو بتاع البويضه تكون جاهزه. تمام كده يا جماعه، يا رب يكون الفيديو عجبكم. اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يكتب لي في التعليقات، واول ما اعمل لك اعجاب وقلب يبقى انت في القلب وسؤالك هترد عليك في الحال. ولو انا قلت لك انتظر السؤال بتاعك الرد عليه في حلقه اللي جايه، يبقى انت تنتظر، لان طبعا سؤالك اكيد طبعا محتاج شرح ومحتاج استفاده للجميع. تحياتي الجميع، اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.